دخلي خالة، تفضلي. هذا المكان اللي تعيش به أم نادية. أم نادية امرأة عراقية تسكن في إحدى مناطق العاصمة بغداد، في مكان لا يصلح للعيش كونه يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، حيث دخلنا المكان لتبدأ القصة المأساوية بسبب حجم المعاناة التي تحيط به من كل جانب. هو مطبخ، هو هو حمام وتواليت، لا ما عندنا غيره. فقالوا هم راح ينسحون البلوع وخلونا. هذا خبز يابس سمه ابيعه ب 3000 القويه. يعيش بها، ما عندي لا رجال ولا داده ولا ماما. وسط هذا الحر اللاهب عبرت أم نادية عن الحالة المأساوية التي تعيشها في هذا المكان، شاكرة كل من مد لها يد العون والمساعدة، مطالبة الجهات المعنية بتوفير أبسط احتياجات الحياة. فكانت دموعها تسيل على وجهها وهي تصارع صعوبة العيش الذي جعلها تتمنى الموت والخلاص من هذه المعاناة. الحكومة شو يعطوني نعمل؟ قلت لك هاي الغراض هسه عيلة محتاجة طباخ وكل غراض وكل شيء في نفس العالم تركب لي. بعد الشرطة كل يوم يمني هنا داير ما داير علي، ولو تمرض وهاي كلها توديني للطبيب. والله يكون مبارك ودويات جبتين وجيت و5000. والله عملية ما عوفة، والله ما عوفة. ناس طيبين وخوش وادب، حتى لو مشيت هم يشيلوني من والله والله احبهم والله. هنا تسكب العبرات وسط غياب وإهمال حكومي بالنسبة للفقراء الذين لا معين لهم سوى رحمة الله والخيرين في هذا البلد. على ما يبدو أن قصة أم نادية لم تكن الأولى بين القصص في بلد حقيقته بلد الخيرات، وواقع فقرائه يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. بشبكة ديوان سعد السناني، بغداد.